أهلا وسهلا بيكم متابعيني الكرام، متابعي قناة افهم نفسك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن موضوع مهم بعنوان إزاي تتعافى من علاقة سامة. في كتير مننا بيقع في علاقات سامة، فالنهاردة هنتكلم إزاي تتعافى. يعني لو أنت خارج من علاقة وحاسس إنك مكسور من جواك، لو لسه بتفكر فيه كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة، لو لسه بتتمنى رجوعه حتى لو كان هو بيوجعك وبتتمنى رجوعه، حتى لو كان بيدمرك، لو حاسس انك مش قادر تمشي لقدام، مش قادر تنسى، مش قادر تتخطاه، مش قادر تعيش من غيره، لو حاسس انك ضيعت سنين او ضيعت نفسك ومش عارف ازاي ترجع تاني، فالفيديو ده او الحلقة دي ليك. النهاردة مش هنتكلم عن الحب، احنا هنتكلم عن النوع التاني، النوع المدمر، النوع اللي بيقتنع بالحب لكن حقيقته بتكون سم. هنتكلم عن العلاقة او العلاقات السامة، وهنفهم ايه هي بالظبط، وازاي تعرف انك كنت واقع فيها، وازاي تتعافى منها وتخرج منها الى الابد. واهم حاجة في الموضوع ازاي تحمي نفسك من انك تقع فيها من جديد او تاني. خلينا نبدأ موضوعنا وهنتكلم عن مفهوم ايه هي العلاقة السامة بالظبط. هنشرحها. اول حاجة لازم نفهمها عن العلاقة السامة وايه هي. العلاقة السامة مش علاقة بيكون فيها خناقات بس، ده كل العلاقة بيكون فيها خناقات، كل العلاقات فيها اختلافات، وده طبيعي. الخناق الصحي بيحل المشاكل، بيقرب الناس من بعضها، لكن العلاقة السامة بتكون مختلفة تماما. العلاقة السامة هي علاقة بتدمرك، بتاخد منك أكتر ما بتدي، بتمتص طاقتك وثقتك وسعادتك، وبتمتصك انت نفسك، بتخليك تحس انك اقل، اضعف، مش كفاية، بتخليك تشك في نفسك وفي قيمتك وفي عقلك وفي إدراكك للواقع، بتخليك تحس إنك مجنون، إنك حساس بزيادة، إنك بتبالغ. العلاقة السامة دي زي السم، بيدخل جسمك ببطء وإنت مش حاسس لحد ما يدمرك من جواك. العلاقة السامة دي بيكون فيها إيه؟ أولا السيطرة والتحكم. الشخص التاني بيحاول يتحكم فيك، بيقولك تلبس ايه، ما تلبسي ايه، تروح فين، تكلم مين. كمان بيحدد لك اصحابك وبيمنعك من ناس معينة، يراقب موبايلك، رسايلك، حساباتك، بيحس انه ليه الاحقية انه يعرف كل حاجة عنك، يتحكم في كل حاجة. وده بقى مش حب، ده اسمه سيطرة. الحب بيحترم الحرية، السيطرة بتخنقها. تاني حاجة التقليل المستمر، دايما تلاقيه بيقلل منك،
من شكلك، زي انت تخينة، انت مش حلوة. من ذكائك، انت ما بتفهمش، انت غبي. من انجازاتك، ده مش انجاز، ده اي حد بيعمل كده. من مشاعرك، انت حساسة بزيادة، انت بتبالغ. يخليك تحس انك مش كفاية، انك اقل، انك محظوظ ان انت معاه اصلا. انك محظوظ انك معاه اصلا. وده بقى مش حب، ده اسمه تدمير للثقة بالنفس. اسمه ايه؟ تدمير بالثقة بالنفس. تالت حاجة، التلاعب العاطفي. بيلعب على مشاعرك، بيستخدم حبك ليه ضدك. بيخليك تحس بالذنب وتقول انا بعمل كل ده عشانك وانت مش مقدر. كمان هو بيمثل دور الضحية، يقولك انا متضرر، انا اللي بتحمل. بيهددك بالبعد، لو مش عاجبك انا هسيبك. بيوعدك ويكسر الوعود مرة ورا مرة ورا مرة. بيخليك تعيش على امل، بس امل كاذب. وده مش حب، ده تلاعب نفسي. رابع حاجة، الإهانة والإذلال. بيهينك قدام نفسك وقدام الناس، قدام نفسك أنت وقدام الناس. بيستهزأ بيك، بيسخر منك، بيضحك على حاجات تزعلك، ويقول كلام جارح. ولما تزعل يقول لك أنا بهزر، يقول لك أنا إيه، أنا بهزر. يفضحك قدام الناس، بيجرحك ويقلل من قيمتك. وده مش حب، ده اسمه إهانة. الحب بيحترم، بيصون الكرامة. خامس حاجة، الانعزال الاجتماعي. بيبعدك عن الناس، عن أهلك. أهلك مش فاهمينك، أنا اللي فاهمك. أصحابك، أصحابك دول هيفسدوك. يخليك تعتمد عليه هو بس، يخليك تحس إنه هو الوحيد اللي فاهمك، الوحيد اللي معاك. وده مش حب، ده اسمه عزل. العزل بقى هنا بيخليك انت ضعيف، مفيش حد تتسند عليه، مفيش حد تحكي له. وده بالظبط اللي الشخص السام عايزه، وانت بتنوله له. سادس حاجة، عدم الاحترام. مفيش احترام، ده حتى مش بيسمعك، مش بيقدر مشاعرك، مش بيحترم حدودك، وبيخون ثقتك، وبيكسر وعودك، وبيتعامل معاك باستخفاف. وده مش حب برضه، لأن الحب الحقيقي مبني على الاحترام. من غير احترام مفيش حب. من غير احترام ايه؟ مفيش حب، وبنقص حب. سابع حاجة، الدراما المستمرة. العلاقة كلها دراما، مشاكل، مفيش يوم هادي. دايما في مشكلة، دايما في أزمة، دايما في توتر. انت عايش في حالة قلق دايم، مش عارف النهاردة هيحصل ايه، مش عارف هو هيبقى فرحان ولا متنيل زعلان. وده مش حب، دي فوضى. الحب الحقيقي لازم يكون هادي ومستقر وآمن. دي العلاقة السامة. والأخطر من كده إنك بتبرر بقى، بتقول لنفسك ممكن يكون هو مضغوط، ممكن هو تكون ظروفه صعبة، ممكن تكون طفولته كانت وحشة، وممكن تكون بتقول هو بيحبني بطريقته. لكن الحقيقة الحب مش كده. الحب مش بيدمر،
الحب بيبني، الحب مش بيقلل، الحب بيرفع، الحب مش بيعزل، الحب بيوصل. والعلاقة اللي انت كنت فيها ما كانتش حب، دي كانت سم. كانت ايه؟ كانت سم. علامات انك كنت في علاقة سامة. ايه العلامات اللي تثبت لك ان انت كنت في علاقة سامة؟ 7 علامات هتقول لك انت كنت في علاقة سامة ولا لا. لو لقيت نفسك في 4 علامات او اكتر يبقى ايوه انت كنت في علاقة سامة. اول حاجة انك كنت بتبرر تصرفاته الوحشة. كل ما يعمل حاجة تجرحك كنت بتلاقي له عذر، تقول هو تعبان، هو مضغوط، هو في الشغل، ممكن تكون طفولته كانت صعبة. كنت بتشيل مسؤولية تصرفاته وبتحمل له أعذار هو نفسه مش بيطلبها منك. كنت بتقنع نفسك إن المرة الجاية هيتغير، لكن المرة الجاية دي ما بتجيش لأنها ما كانش بيتغير. تاني علامة، كنت بتحس إنك دايما أنت الغلطان في كل مشكلة. كنت أنت اللي غلطان حتى لو هو اللي غلط. بيلف الموضوع ويخليك تحس إن أنت اللي كنت السبب، لدرجة كنت بتعتذر على حاجات أنت ما عملتهاش. كنت بتحس إنك مش قادر تعمل حاجة صح. كمان العلامة التالتة، كنت بتخاف من ردود فعله. كنت دايما حذر، خايف تقول حاجة غلط، تعمل حاجة تزعله. كنت أكنك بتمشي على قشر بيض أو على بيض خايف يتكسر. كنت بتحسب كل كلمة وكل تصرف بتعمله علشان ما تستفزش حضرته، عشان ما تخليش حضرته يزعل. وده مش حب، ده خوف. أما العلامة الرابعة، أما تلاقي نفسك فقدت نفسك في العلاقة نفسها. كنت ساعات بتحس إنك مش عارف أنت مين. كنت بتعمل اللي هو عايزه، تلبس اللي هو عايزه، تتصرف زي ما هو عايز. كنت سايب هويتك، أحلامك، نفسك، هويتك. كنت عايش عشانه بس مش عشانك. خامس علامة، انعزالك عن ناس وبعدت عن أهلك وعن أصحابك. ما بقتش تخرج، ما بقتش تشوف حد، حياتك كلها بقت هو بس. ولما حد يسأل عنك كنت بتقول أنا مبسوط، ده أنا باشا، لكن جواك كنت وحيد. أما العلامة السادسة، صحتك النفسية والجسدية اتدمرت. بقيت قلقان، متوتر، مكتئب، ما بتنامش كويس، ما بتاكلش كويس، وجعك في معدتك، وجعك في راسك، جسمك كله متعب. وده علشان العلاقة السامة، سموها كده علاقة سامة. العلاقة السامة بتدمر الجسم قبل العقل. أما العلامة السابعة، كنت بتتمنى العلاقة تخلص، لكن خايف تخلصها. جزء منك كان عايز يمشي، كان عايز يبعد، عايز يستريح. لكن في جزء تاني كان خايف، خايف من الوحدة، خايف من الفشل، خايف حد يقول له انت فشلت، خايف انك ما تلاقيش حد تاني. فكنت فاضل مش عشان سعيد، لكن كنت فاضل عشان خايف. وده مش حب، ده اسمه ادمان. لو لقيت نفسك بقى في 4 علامات او اكتر من اللي انا قلتهم دول، يبقى ايوه انت كنت في علاقة سامة او ما زلت في علاقة سامة. وده مش عيب، ده مش غلط، ده مش غلطتك. ده معناه انك انسان عنده قلب، انسان بيحب، انسان بيدي. لكن للأسف وقعت مع الشخص الغلط.
بس انت قادر تتعافى وتقرأ وتقدر تخرج وتقدر تعيش تاني. وده اللي هنتكلم عليه في حلقتنا النهاردة او في موضوعنا او في الفيديو ده. 5 خطوات للتعافي من العلاقة السامة. لو مشيت عليهم هتتعافى وهتعيش تاني من اول وجديد. اقطع التواصل تماما، دي اول خطوة وهي اصعب خطوة. اقطع التواصل تماما. يعني ايه؟ يعني مفيش كلام، مفيش رسائل، مفيش مكالمات، مفيش متابعة على السوشيال ميديا اصلا. كل حاجة. اعرف ان ده صعب. اعرف ان جواك صوت بيقول بس ممكن نكون اصحاب. لا، حتى ولو اصحاب لا، ما ينفعش تكونوا اصحاب، او مش دلوقتي على الاقل. انت محتاج مسافة ومحتاج وقت ومحتاج تشفى. كل ما هتكلمه او كل ما هتشوفه الجرح هيفضل مفتوح. اما قطع التواصل هو مش قسوة، ده حماية. حماية لنفسك، لصحتك، لمستقبلك. فياريت تقطع تماما. تقطع ايه؟ تماما. تاني حاجة، اعترف بالحقيقة. الحقيقة ان العلاقة دي كانت سامة، وما تبررش وما تقولش كان فيها حاجات حلوة. ايوه، كان فيها حاجات حلوة. كل العلاقات فيها حاجات حلوة، لكن مش زي دي. دي ما كانش باين انها كانت صحية. تانيين اللي كانوا صحية. واعترف لنفسك ان العلاقة دي كانت بتدمرك. الشخص ده كان بيوجعك. الشخص ده ما كانش مخليك سعيد. وقول الكلام ده بصوت عالي واكتبه في ورقة عشان تصدقه، عشان تبدأ تتعافى. الاعتراف بيكون أول خطوة في الشفاء. الخطوة الثالثة، ارجع لنفسك. ارجع لنفسك في العلاقة السامة واعرف إن هي بتفقد نفسك. بتنسى انت مين فيها، وايه اللي بتحبه وايه اللي بيسعدك. دلوقتي وقت انك ترجع. ارجع للحاجات اللي كنت بتحبها، الهوية اللي انت سبتها، الأصحاب اللي أنت بعدت عنهم، الأماكن اللي كنت بتروحها. ارجع لنفسك، اقعد مع نفسك، اسأل نفسك أنا مين؟ أنا عايز إيه من الحياة؟ إيه اللي بيسعدني؟ واشتغل على الإجابات دي. ارجع تتواصل مع الأهل، مع أصحابك. اطلع اتفسح، اعمل حاجات تحبها. عيش لنفسك مش لحد تاني. الخطوة الرابعة، اشتغل على جرحك. العلاقة السامة دائما بتسيب جرح. جرح في الثقة، في تقدير الذات، في الإحساس بالأمان. الجرح ده محتاج شفاء. إزاي؟ اتكلم مع حد تثق فيه. ممكن يكون صاحب، أخت، أم، أب. اتكلم عن اللي حصل، عن اللي حسيت بيه، لأن الكلام بيشفي. اكتب جوانب مهمة، واكتب جواب لنفسك، وقول لنفسك أنا آسف إني سمحت بده. أنا آسف إني ما حميتكش، لكن دلوقتي أنا هحميك. اعمل ده لو قادر. ولو اضطر الأمر إنك تروح لمعالج نفسي، روح. العلاج النفسي عمره ما كان عيب، ده قوة. المعالج ممكن يساعدك إنك تفهم وتشفى أسرع وتتعافى أسرع. الجرح محتاج وقت ومحتاج اهتمام. وما تستعجلش الشفاء، وخد وقتك. الخطوة الخامسة، اتعلم الدرس بقى ده وحط حدود وخطوط تحتيه. اتعلم الدرس. العلاقة السامة بتكون درس، ودرس قاسي، لكن درس انت اتعلمت منه حاجات.
اتعلمت ايه العلامات الحمراء، اتعلمت ايه اللي تقبله وايه اللي ترفضه. اتعلمت ان الحب الحقيقي بيحترم. دلوقتي استخدم الدرس ده بقى وحط حدود واضحة لنفسك، وقول انا مش هقبل اهانة، انا مش هقبل السيطرة، انا مش هقبل التقليل، انا مستحق للاحترام. وقول دي حدودي وبكل وضوح، ولأي شخص جديد في حياتك. ولو حد تعدى ابعد. الحدود عمرها ما كانت أنانية، دي حماية، حماية من إنك تقع في نفس الفخ تاني. اقطع التواصل تماما، اعترف بالحقيقة، ارجع لنفسك، اشتغل على جرحك، اتعلم الدرس وحط حدود. الخطوات دي لو عملتها مش سهلة، لكن ممكنة ان انت تعملها. لو التزمت بيها هتتعافى، مش في يوم وليلة، لكن مع الوقت. لأن الشفاء رحلة، ورحلة تستاهل إنك تسعى ليها. لو أنت خارج من علاقة سامة، عايز أقول لك حاجة، أنت قوي إنك خرجت، قوي إنك اخترت نفسك، قوي إنك قررت تشفى. والقوة دي هتوصلك لمكان أحسن، هتوصلك للنسخة الأقوى منك، هتوصلك لحب حقيقي، حب صحي، حب يبنيك مش يدمرك. الطريق طويل أيوة، لكن مش مستحيل. كل يوم هنمشي خطوة، كل يوم هيكون أحسن من اللي قبله. وفي يوم من الأيام هتبص لورا وتقول الحمد لله إني خرجت، الحمد لله إني نجيت، الحمد لله إني دلوقتي بقيت أحسن. أنت تستاهل الحب الحقيقي، أنت هتوصل له لما تشفى. خد وقتك، ما تستعجلش، وثق في نفسك إن أنت مش لوحدك، كلنا معاك. وقبلينا رب الكون سبحانه وتعالى معاك، ثم احنا معاك. لو الفيديو ده افادك اعمل لايك واشترك في القناة، عشان كل فيديو هنفهم نفسنا اكتر ونحاول نشفي جروحنا ونعيش احسن. شارك الفيديو مع حد خارج من علاقة سامة، حد محتاج يسمع الكلام ده. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام وربنا معاك.